اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. تعالوا بقى لما اقول لكم الفرخه النهارده البلدي القمر دي عملناها وطلعتها احسن من الديك الرومي. هقول لكم بقى طريقه جميله حلوه لذيذه سهله وبسيطه وهتحبوها وهتدعموها دايما في وصفاتكم وفي اكلاتكم. الشوربه القمر دهيت وشويه الفاصوليا والرز بشعريه والفرخه القمر دهيت هي فرخه بلدي، حتى كانت عظمها ماسك شويه او شديد شويه لانها بلدي. الفرخه ديت قلت ما تعديش بقى، لازم نعمل عليها الكلام القمر دهوت. تعالوا بقى نسموا الله وندخل على الوصفه على طول ونقول بسم الله وندخل على طريقه عمل الوصفه. ادتني البصله وبسرعه بسرعه قشرنا البصله وبسرعه بسرعه هنخرط بصله زي ديت تخريط مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. البصله دي هبهرها بايه او هتبهريها بايه يا روز؟ هبهرها بشويه فلفل اسمر وبس. الفرخه اتغسلت اتنقعت في المحلول الملح اللي احنا متفقين عليه. بجيبها بقى وباخدها زي ما انتوا شايفين كده وبروح ماسكاها بالفلفل الاسمر مع البصل واروح بقى فركه فيها البصل دهوت بطريقه جميله كده، وبقيه البصل ده كله احشيه فين؟ في قلب الفرخه من جوه. انا صراحه بعيدا عن الرز والكلام ده مش عايزه احشيها رز. انا حشيت رز فراخ قبل كده معاكم وحشيتها اكتر من مره، فقلت نغير النهارده ونجرب لما نحط حشوه البصل بالفلفل الاسمر دهيت في قلبها هتكون طعمها طعمها فوق الوصف فوق الخيال كاني شوياها بالظبط. ناقص لها بس لو حطيت جنبها حته فحمه وهتبقى واخده الطعم بتاع الفراخ المشويه. لكن انا بقى جبت الحله بتاعتي الجميله دهيت ورحت نازله عليها فيها ميه مغليه ورحت نازله بيها بالفرخه بعد ما فركتها بالفلفل الاسمر والبصله وكتفتها التكتيفه الحلوه ده عشان البصل ما يخرجش منها، ورحت نازله فيها او سقطاها في الميه المغليه. بهاري بهاراتك القمر اللي احنا معتادين عليها واللي انا معوداكوا عليها. البهارات طماطمايه معصوره، بصله، فلفل اسمر، كوبيبه صيني، ورق لورا، حبهان مستكه، ولو حابه تحطي جوزة الطيب حطيها. في ناس مش بتحبس جوزة الطيب او مش بتحبها. الشوربه دي ترجع لك انتي وبراحتك. في ناس بتحط برضو جزر وفلفل، لكن انا مش بحب الجزر والفلفل في الشوربه. برضو ممكن تحطي ليمونه بس الليمونه تكون مقفوله ما تفتحهاش. وبس كده. ظبطي الملح بتاعك، غطي على الحله، وطي النار وسيبيها تعيش حياتها زي ما هي حابه على النار. كان عندي باقي الفراخ بس انا قلت نكتفي بس الوصفه بالفرخه واحده او اظهر لكم الفرخه الواحده بس، وباقي الفراخ سيبوها عشان بس ما نشتتش الامور. بس كده نسيبها بقى نعيش حياتها. الحله التانية ونروح جايبين حله وحاطين فيها شويه زيت، وتعالوا بقى اول ما الزيت تحس ان هو سخن انزل فيه بحبه شعريه وكتري وبلاش تستخسري. يا كلماتك يا روز. ايدك فيهم بقى تقليب مستمر وما تسيبيش الشعريه وتروحي تغسلي الرز. كوني مجهزه الرز جنب الشعريه لان الشعريه مش بتاخد حاجه. خليها لون الذهب، انا عايزاها اللون الجولد، لون الذهب المتحمر كده الجميل، تاخد اللون الاصفر الجولد كده. ونحمر الشعريه ونبتدي بقى نحط فوقيها الرز بتاعنا. اول ما تاخد اللون ده اروح نازله بالرز المغسول وعلى الشعريه واروح مقلباها. عايزه توحدي لون الشعريه وانت بتحمريها حط الملح بتاع الرز في الشعريه. الملح هيساعد ان هو يوحد لك لون الشعريه. اسرار وتريكات محدش هيقولها لك غير هنا. وبس كده. اقلب الرز بالملح بكل حاجه او احط الملح بعدين، ده اللي يريحك. واروح بقى نازله ميه مغليه او ميه بس. قبل ما تكوني غاسله الرز خليكي نقعاه بس ساعه او ساعتين كده جنب منك كده وانت بتشتغلي في اي حاجه. اغسليه ووضبيه ونقعيه في الميه بتاعته، تلاقي الحبايه نفخت وطولت وبقت جميله خلت بياضها
اشتدت بياض كده. بس ظبطي بقى الميه بتاعته. طبعا هو ايه بيكون اعلى من الميه بتاعت الرز، بتكون اعلى من الرز بحوالي سنتي ونص او 2 سنتي. دو ربنا يبارك لكم فيها يا رب، ماسكه العابها وقاعده فرحانه بيها وعماله تحطها في التصوير. ربنا يخليها يا رب ويحميها ويحمي اولادكم يا رب. ايه بعدين بقى ايه بنحط الشعريه بتاعتنا. خلاص غرفنا بقى اهوت، غرفنا الشعريه بتاعتنا. الفرخه بقى استوت، واللقطه ديت ما جاتش في المونتاج، بتاسف لكم عليها. عملنا ايه؟ جبت معلقه عسل ابيض على معلقه سمنه بلدي، ورحت مقلبهم في بعض، بعيدا بقى عن كاتشب عن صلصه عن اي حاجه. لا انا حطيت السمنه البلدي، معلقه سمنه بلدي مع معلقه عسل ابيض. وما تخافيش مش هتسكر منك الفرخه ولا اي حاجه. وهتروحي بس إيه دمجاهم مع بعض كده، ودهنه الفرخه بتاعتك القمر دي. الجناح ده يلزمني، الجناح ده يلزمني عليه مشكله الجناح ده. فاروح بقى دهنه الفرخه فوق وتحت، وتحت الشوايه كده، وحطها تحت الفرن. والله العظيم كان طعمها روعه. البصل المحشي فيها دهوت، شايفين البصل جواه عامل ازاي؟ خرافه. البصله لما عملتيها فيها وفركتيها بالفلفل الاسمر مع الفرخه شكلها جميل. شوفوا الشكل، شوفوا الطعم، شوفوا بقى لو كنتوا مكاني وشمين اللي انا شماه. شويه رز بالشعريه بقى ما اقولكوش، مفلفلين. الشعريه اكتر من الرز، جميله خطيره. شويه الشوربه اللي صافيين كده وطعمهم لذاذ وبيروحوا في مكان تاني. شوفوا الشوربه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشوربه عامله ازاي؟ الشوربه اصلا في الحله، اصلا الفرخه عشان هي بلدي وبقيه الفراخ كانت بلدي، عامله شويه شوربه. لا البلدي يوكل، لا على رأي بقى كريمة مختار، البلدي يوكل. بس وكان عندي بقى ايه فاصوليا من امبارح، فحطينا الفاصوليا مع جنب الرز كده وجنب الاكل. طبعا قلنا ما نهدرش الاكل البايت، طبعا بنستغله تاني يوم، مش نبيته اكتر من يومين 3 وتقولوا رز بتقول بيتوا الاكل. لا الاكل ممكن يقعد في التلاجة وتحفظ يوم، تاني يوم بتدخليه وبتجدديه وبتدخليه في وصفات تانية وبتدخليه جنب اكل تاني عشان ما يترميش. وربنا يرزق كل حد يا رب ويوسع عليكم اللهم امين، وسد دين كل اب وام قدام عيالهم، ويفرحكم باولادكم يا رب اللهم امين. وفي الختام بقول لكم سلام واستودعكم الله، وبوريكم بقى اللحمه قد ايه مستويه وجميله ولذيذه، بس العظمه كانت ناشفه شويه لانها بلدي، والبلد ده متربي تربيه ايد. الاكل كان طعمه جميل، وغدانا النهارده كان طعمه لذيذ. واتمنى ان انتوا لو طلعتوا معايا من الفيديو تطلعوا معايا ولو بمعلومه بسيطه تفيدكم وتكونوا استفدتوا مني. بحبكم كتير في الله واستودعكم الله، وفي الختام بقول لكم سلام.